بهدف ضمان الحقوق الكاملة للمترشحين وإنصاف كل التلاميذ المجتازين لاختبارات البكالوريا، تستمر عملية إصلاح كل المواد وسط حرص من المربين المكلفين بعملية الإصلاح على تحقيق ذلك بفضل ما توفر لهم من إمكانات لوجستية وما وضع على ذمتهم من وسائل عملية بمركز إصلاح الاختبارات الكتابية بولاية تطاوين. العمل لما يكون في أريحية وفي أجواء طيبة وفي كنف التعاون والتفاهم بين أعضاء اللجنة الواحدة أو في المركز، الأكيد أنها تنعكس على جودة العمل، وهذا تقريبا متحقق يعني في مركزنا. الناس من ذوي الخبرة، الخبرة فاقت تقريبا 20 سنة و30 سنة، ثم ناس عندها أكثر من 30 سنة وهي تمارس عملية الإصلاح. كما جرت العادة كما كل عام احنا نخدموا عائلة واحدة. الهدف نتاعنا أن كل تلميذ ياخذ حقه في الإصلاح، نجتهدوا بما يخوله القانون. في تطاوين معروفة رغم قبل عاشر من أعلى مستوى في الجمهورية، قاعات مكيفة الكل كيف زاد كيف. الأجواء تسير في ظروف طيبة جدا كأن أسرة واحدة. في الحقيقة الهدف الوحيد الذي يعني نسعى من أجله هو إنصاف المتعلم يعني في كافة الشعب طبعا. ومع العمل على أن ترتقي عملية التصحيح إلى مستوى ما بذله التلاميذ المترشحون من جهود طيلة السنة الدراسية، حرصت المندوبية الجهوية للتربية بولاية تطاوين على توفير كل ما تطلب من إجراءات مرافقة ضرورية لضمان تركيز كامل من قبل المربين على عملية التصحيح. العملية هذه فيها استعداد امتد على فترة يعني تقريبا منذ شهر أبريل لتوفير أحسن الظروف لإنجاح عملية الإصلاح، سواء على مستوى إعداد الفضاءات الخاصة بالإصلاح يعني القاعات. إن شاء الله وفرنا ما يكفي يعني حتى تتم العملية في أحسن الظروف. مطعم على سبيل المثال السنة في حلة جديدة، وهذا كل ضروري لإنجاح عملية أساسية بالنسبة إلينا، وهي سلامة عملية الإصلاح والحفاظ على حقوق المترشحين. مسؤولية كبيرة صحيح، ولكن احنا زاد الحمد لله يعني مجهودنا وتعاوننا وتكاتف مع الزملاء والطاقم واي عامل يعني في وزارة التربية، ان كي تعطيه الحاجة دائما باش يبذل هو جهد بزايد. ومثلما تم إجراء الاختبارات بشكل مؤمن، تستمر كذلك عملية الإصلاح بهدف ضمان حق كل المترشحين.